واخيرا نزل البوستر الرسمي الجديد لبرنامج رامز ريفيل. النهارده هعمل لك تحليل كامل متكامل للبوستر الرسمي وهنعرف فكره البرنامج، فتابع معايا الفيديو من اوله لاخره واعمل لايك واشتراك في القناه ويلا بينا نبدا. تعال اقول لك ان في حاجه 90% من الناس ما خدتش بالها منها في البوستر. التفصيله دي لو ركزت فيها هتفهم فكره المقلب كلها. من يومين نزل البوستر الرسمي لمقلب رامز جلال في رمضان، والناس اول ما شافت البوستر انقسمت نصين. ناس شايفة إنه بوستر عادي وناس شايفة إنه أقوى بوستر من سنين. بس السؤال الحقيقي هنا هو مش شكل البوستر، السؤال البوستر عايز يوضح لنا إيه. خلونا نبدأ بأول حاجة، لون الشعر. رامز السنة دي طالع باللون الأورنج مش اللون البينك زي ما ناس كتير قالت. تعال أجاوبك على كل الأسئلة اللي بتفكر فيها بخصوص البوستر. والسؤال هنا، ليه رامز اختار لون الشعر أورنج تحديدا؟ تعال أقولك إن رامز عمره ما بيختار لون عشوائي. كل لون شعر في كل موسم بيكون ليه علاقة مباشرة بفكرة المقلب. ولو ربطنا اللون ده بإيه في حياتنا اليومية، أول حاجة هتيجي في بالك إشارة المرور. إشارة المرور زي ما أنت عارف بيكون فيها اللون الأحمر والأخضر والأصفر، ولو حللت لك الموضوع الأورنج ده بيكون اللون التحذيري، يعني استنى في حاجة خطيرة لسه جاية بس أنت ما تعرفهاش. وبالتالي هنا نقدر نربط الخيوط ببعض. لو بصيت على خلفية البوستر، نار، شرار، انفجار، طاقة، الخلفية كلها واضح إن فيها حركة. طيب خليني أجاوبك على السؤال التاني اللي هيجي في بالك دلوقتي، النار والشرار هنا بيرمزوا لإيه؟ احتكاك، سرعة، سباق. ومش كده وبس، لو بصيت على حركة الأصابع في إيد رامز هتحسه بيوضح لنا حاجة بلغة الإشارة كده. استعد للانطلاق. لو أنت سألتني الجاكيت ده شكله عادي ولا لأ، هقول لك لأ، الجاكيت ده شكله أقرب لملابس السباق. يعني الجاكيت ده بالظبط بيدي إيحاء بأجواء رياضية مليانة تحدي. والنضارة الحمراء الكبيرة ديت شكلها قريب جدا من نظارات القيادة السريعة. ولو انت بتسألني كمان رامز جلال ليه استعمل اللون الأحمر في الصورة، هقولك انه نفسيا لون موتر بزيادة، وأكيد رامز عايز يوترك من غير ما انت تاخد بالك. يعني لو الناس كلها توترت بسبب خلفية بوستر، ما بالك لما يشوفوا فكرة المقلب هيعملوا ايه. تعال أقولك دلوقتي انك لو جمعت كل الرموز دي مع بعض، لون أورنج، نار، شرار، إشارة مرور، ستايل السباق الجميل ده، وضعية الانطلاق، حركة الأصابع، اللون الأحمر اللي حطه في الخلفية أو بشكل أصح اللي حطه في الصورة، أكيد هتعرف إن فكرة المقلب السنة دي هيكون ليها علاقة بالسرعة، ليها علاقة بلعبة بتعتمد على السرعة. عايزك تتفرج على الفيديو ده وأتحداك تلاحظ حاجة. شرف ليا شرف ليا السنة هذه ان ايش شاء راح الله. تعمل في رمضان؟ اعطيني من الاخر. اعطيني من الاخر. ها قدامك الكاميرا. تسمع عن لعبه اسمها سكواد جيم؟ سكواد جيم بتاعت كوريا. انا بعمل بقى سواد جيم. سواد جيم. سواد جيم. هتعمل إيه كده؟ طب أهو زي ما أنت لاحظت، رامز كان بيقول إن المقلب هيكون مخيف جدا بالنسبة لكثير من الضيوف، ولمح للموضوع ده بكلمة سواد جيم. يعني رامز جلال قصده إن المشاهد هيدخل في تحدي في أول الحلقة وهيلعب لعبة معينة، واللعبة دي هتكون سودة وليلتك هتكون سودة. عشان كده رامز جلال استعمل مصطلح سواد جيم، واللي ناس كتير قالت إنه هيكون اسم برنامج رامز جلال الجديد في 2026 رامز سواد جيم، لكن للأسف دي كانت إشاعة. طيب مش قلت لك إن الرموز الموجودة في الصورة بتدل إنه هيكون في سباق أو لعبة بتعتمد على السرعة في برنامج رامز الجديد رامز ليفل الوحش؟ تعال أقول لك إن كلمة سواد جيم اللي رامز قالها في الفيديو شبه سكواد جيم لعبة الحبار، وإنه واضح إن اللعبة بتعتمد على السرعة دي أو اللعبة اللي فيها سباق هي لعبة الحبار. وزي ما قلت لكم رامز جلال هيدخل المشاهد في تحدي في أول الحلقة، ومن التحدي ده رامز جلال هيودي المشاهد للمقلب. وكده عن طريق البوستر بس عرفنا فكرة البرنامج، إن رامز جلال هيدخل المشاهد في تحدي وإن المشاهد هيلعب لعبة الحبار في بداية الحلقة. طيب دلوقتي السؤال المهم، ايه علاقة القرد بالكلام ده كله؟ طيب لو بصيت في الصورة هتلاقي أغرب عنصر في البوستر كله هو القرد. طيب ليه القرد بالذات؟ رامز دايما بيحط عنصر غير متوقع في الصورة، عنصر بيخلي المشاهد مش مرتاح، المشاهد يحس إنه مش فاهم هو فين ولا بيحصل إيه. تعال أقولك يا عزيزي المستمع إن وجود قرد على الصورة مش منظر وخلاص، ده عنصر إرباك نفسي. تخيل ضيف داخل تجربة شكلها سباق أو مغامرة وفجأة تلاقي إن في قرد جزء من الحدث. القرد ده ممكن يكون عامل تشتيت، عنصر تخويف، أو حتى جزء أساسي من فكرة المقلب أو جزء أساسي في تنفيذ المقلب. يلا بينا كده نحلل حاجة زيادة في بوستر رامز جلال. بص كده في الصورة وهتلاقي القرد لابس نفس ألوان رامز، وده معناه إن القرد مش ضيف في الصورة، هو شريك في الفكرة. يعني القرد هيكون ملازم لرامز في البرنامج وبنسبة كبيرة هيكون أداة تخويف للضيف. نيجي بقى للنقطة الأهم، رامز بيضحك بس الضحكة السنة دي مختلفة، تحس إن رامز بيتحدى المشاهد. وانت عارف ان البوستر التشويقي دايما عند رامز يكشف نص الحقيقة بس، ورامز عمره بيكشف الورق كله في الإعلان الأول.
ولو بصينا في ستايل الصورة مفيش ملامح تنكر واضحة، وده معناه إنه ممكن يظهر بشخصيته أكتر من أي موسم فات، مما يعني إن الضيف ممكن يعرف إنه رامز، بس الضيف مش هيعرف فكرة المقلب نفسه. وهنا الذكاء بقى، لأن أصعب حاجة مش إنك تخدع الضيف، بل إنك تخليه يعرفك وتوقعه في المقلب. طيب تعالوا دلوقتي نلخص كل التحليل ده في كام نقطة سريعة. لون الشعر في البوستر أورنج، ده معناه تحذير وسرعة. النار والشرار، حركة واحتكاك. وضعية الإيد وحركة الصوابع معناها استعداد للانطلاق. الجاكيت والنضارة في البوستر معناها أجواء سباق، وإن في لعبة سباق هتتلعب في البرنامج، وزي ما عرفت بنسبة كبيرة هتكون لعبة الحبار. وبالنسبة للقرد في الصورة هيكون عنصر المفاجأة، العنصر اللي هيكون ملازم لرامز في البرنامج، الأداة اللي رامز هيخوف بيها الضيوف. وبكده عرفنا إن مقلب السنة دي بنسبة كبيرة هيكون مغامرة سريعة أو السباق فيه عنصر خطر. وانزل دلوقتي في التعليقات ورأيك يهمني، أنت شايف فكرة المقلب إيه؟ هل الموضوع ليه علاقة بالسباق والعربيات؟ وهل تتفق إن فكرة مقلب رامز جلال الجديدة ليها علاقة بلعبة الحبار؟ وسؤال تاني وبرضه رأيك يهمني، هل تتوقع رامز يظهر بشخصيته الحقيقية من الأول، ولا رامز هيكون متخفي في دور تاني؟ ودلوقتي لو عايز أول ما ينزل الإعلان الرسمي نحلله لقطة بلقطة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان الفيديو الجاي هيكون أقوى. وسلام ونشوفكم على خير.